بسم الله الرحمن الرحيم. مئات المشاهدات لفيديوهاتك بفترة قصيرة. أول شيء السبب الرئيسي والخطأ الرئيسي يعملون كثير قنوات المبتدئة هي الكلمات، العنوان، الوصف المطلوب. شوف، الملف هذا يجذب المشاهدين عن طريق الكلمات المفتاحية. هذين الكلمات المفتاحية تتضمن كلمات رئيسية من المرجح أن يستخدمها الجمهور. يعني الجمهور شو يستخدم؟ أي كلمات اللي أنت لازم تستهدفها. يعني مثلا أعطيك مثال، ندخل على هذه الفيديوهات. بعض هذه الفيديوهات أصحاب وأصدقاء لقناتنا وأشكرهم. هذا الفيديو خلية النحل، يعني حرام ما يجيب أقل من 500 إلى 1000 مشاهدة. يعني حرام. ليش؟ لأن الكلمات الرئيسية بالوصف كاتبها بالخطأ. شوف، خلية النحل يعني، وبعدين كاتب بحشوة مميزة جدا، يعني كاتبة كلمات واللبن مكثف ومحلي. الناس ما يكتبون هيك الوصف. لما تبحث على خلية النحل يعملها، لازم شو يعمل؟ يكتب خلية النحل بونت نقطة، يعطيه عن مثلا فراغ بالنقطة، ماشي، وبعدين يكتب طريقة عمل خلية النحل، وبعدين يكتب معجنات خلية النحل. يعني كل فراغ تعطيها فارزة. مثل هذا أنا عامل له. خلينا نشوف. هذا أنا كاتب مستهدف هالكلمات بس باللغة الكردية أنا مستهدفهم. يعني هذا بالكردي أنا مستهدف هذه الكلمات المفتاحية وهذه الكلمات المفتاحية. وهلا أوريكم هذا الفيديو كم مشاهدة جاية، بس تابعونا. هذا الأخطاء. مثلا هذا وسام الكردي، وأنا كمان كردي يا أخي، الله يحفظك. يعني الطريقة الكتابة بالوصف كاتبة غلط. بالنصف كيلو السمسم الناس ما يكتبون بالنصف كيلو السمسم وكوب ونصف سكر واحد. هذا غيرها. شوف شو تكتب. تكتب طريقة عمل السمسمية، ماشي، وتعطيه فراغ بنقطة، ماشي، وعمل السمسمية وتعطيه فراغ آخر، وتكتب وصف آخر طريقة عمل يعني السمسمية لوحدة. ويعني دائما تخلي فراغ نقطة نقطة نقطة. تخلي تضع كم كلمات مفتاحية لفيديو تبعك. بهذا يكون بأنه أنت قد المحركات البحث اليوتيوب يصعد فيديو تبعك للجمهور أكثر. لأن أي أحد يكتب طريقة عمل سمسمية تظهر بونت عمل السمسمية، اكتب أي أحد يكتب عمل السمسمية تظهر قناتك. بهذا الشكل. مثلا أنا أجرب، هذا أحد فيديوهاتي، ماشي. شايف أنا كاتب 3 أوصاف فقط. أنا مثلا أجرب هذا الوصف قدامكم تجربة، يعني ماشي، ما أكتب كلهم مع بعض لأن أنا حاط فراغ نقطة نقطة نقطة. شايف؟ ندخل هون مثلا، ندخل على أحد البحث. خلينا نكتب على البحث، ماشي. هذا أنا حاط، شوف، أبحث على هذا أول كلمة مفتاحية ظهر فيديو تبعي. هذا الفيديو شايف كم؟ ما يقارب 300 ألف مشاهدة جاب فقط. يعني هذا الفيديو لوحده فقط. هذا الفيديو لوحده يفعل قناة للربح. إذا تستهدف كلمات مفتاحية، مثلا أنا أروح أجيب هذني كلمات فقط، ماشي. هذه كلمات كردية لاتينية، ماشي، أستهدف بها مجموعة اللي يستخدمون هذين الكلمات. نفس الشيء طلع. إذا أستخدمهم مع بعض، ماشي، أستخدمهم مع بعض، شو بيظهر لي؟ خلينا نشوف، بس لحظة. هذا هو الوصف، نفس الشيء ظهر. يعني بكل الطرق تظهر. وفوق هذا شو يظهر لك إذا يكتبون مع بعض. هذا كمان أحد فيديوهاتي أنا عاملها. شوف، هذا أحد فيديوهاتي كمان سمسمية أبيض، جايب ما يقارب 6000 مشاهدة.
ماشي. يعني وهذن الفيديوهات الأخرى بالقوائم التشغيلية كمان يظهر بسبب كلمات مفتاحية اللي أنت تضعها. يعني في كلمات، يعني مثلا واحد يعمل بس أو يعمل بقلاوة يقول بنصف كيلو كذا وباللذيذ كذا وبالطيب كذا، هذين الكلمات ليس كلمات مفتاحية. طريقة عمل بقلاوة، عمل بقلاوة بونت، عمل بقلاوة بونت، طريق يعني تستهدف كلمات رئيسية اللي الناس يستخدمها. هذين الكلمات يصعد فيديوهاتك لأعلى درجة. يعني مو هذا الكلمات. وبعدين تنزل تحت اكتب هون عمل سمسمية، واكتب اكتب كم شغلة، كم اسم كلمات مفتاحية يكون نفس الأسامي اللي تستهدف بها الناس. بس أنت لا تلزق كلمة بصورة بأنه يعني ما تظهر قناتك بأي شكل من الأشكال من جميع بين الفيديوهات. شوف، خليني نشوف سكر حتى ما يكون يعني حقوق الطبع والنشر. مثلا كاتب ب200 جرام من الجوز الهند هتعمل، يعني شو هالكلمة المفتاحية؟ ما في كلمات مفتاحية أصلا في الوصف. يعني شوف كل قنوات جاي 160 70 مشاهدة وكذا 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 خلال شهور، يعني ما يجي كلمات، ما عندها كلمات مفتاحية يعني بهذا الشكل. يعني أنا دائما أطلب منكم بأنه تستعملون كلمات مفتاحية بصورة مثل ما هو موجود. تعمل معجنات، اعمل طريقة عمل معجنات، اكتب كلمة معجنات، اكتب كم كلمة يعني مع بعض، واعطي كل فراغ بين الكلمتين نقطة. بهذا تكون تظهر في محركات البحث اليوتيوب فيديو تبعك بأسهل طريقة، بأسهل طريقة. يعني دائما حاولوا بأنه تضعوا كلمات المفتاحية لفيديوهاتكم، بهذا يكون قد يظهر فيديوهاتك بأحسن طريقة. يعني أنا عامل كل فيديو، شوف هذا الفيديو جاي 60,000 مشاهدة، يعني فيديو لوحده يجيب 60,000 مشاهدة. هذا فيديو جايب ما يقارب 300,000 مشاهدة، هذا جايب 13,000 مشاهدة. يعني محاول 9,000 مشاهدة، 11,000 مشاهدة، 10,000 مشاهد. يعني انت دائما حاول انه ما تكتب كلمة طويلة عريضة لذيذة وطيبة وكذا وكذا وكذا. هذني كلمات مش كلمات مفتاحية يا اخواني اخوات. يعني حاول بانه دائما تستهدف كلمات الرئيسية وتعمل بين كل كلمتين نقطة. بهذا بيكون قد نجح قناتك وتصدر قناتك بمحركات البحث الجوجل، وتظهر المشاهدات بالآلاف يعني خلال شهور. ولكن لازم تستنى شوي لأن في منافسين كثير على كلمات المفتاحية، وأنت لازم تستخدم كلمات المفتاحية ومقترحات اليوتيوب. هذا بأنه هو اللي يقترح فيديو من فيديوهاتك ويظهرها للجمهور. ماشي. إذا في كلمات مفتاحية راح تتصدر، إذا ما في كلمات مفتاحية تبقى في مجال الفيديو الميتة. حتى في بعض قنوات مفعلة قناتهم ولكن عنده 30 40 50 مشاهدة في فيديو، لأن ما عنده كلمات مفتاحية. هذا أكبر خطأ. وحاول بأنه تستعملون كلمات مفتاحية بصورة صحيحة إن شاء الله تعالى. وأشوفكم في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.